فاحنا عموما النفس البشرية عموما لما تألف النعمة الخوف علينا مش نكرانها. يعني احنا مش بننكر نعم ربنا، لكن احنا بنغفل عنها. الخوف ان احنا نغفل عنها، ودي في كل النعم يا أستاذ. يعني مش في نعمة الأمن فقط. يعني مثلا نعمة اللسان عندنا كلنا، احنا بنتكلم لان انا ليا لسان، بسمع لان ايه ليا اذن، لكن لم افهم ان الذي خلق اللسان هو الله، فانا استعمله في الطاعه. ده بقى شغلة المؤمن كامل الايمان، انه يعمل النعم بقلبه مش باللسان فقط. انه لما يسمع يعرف ان ربنا وهب له، الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعمة النوم في حد ذاتها يا أستاذة، لما نقوم من النوم كده حد يظن أو بيفكر في نعمة إن أنا أفتح عيني لما أصحى من النوم؟ حد بيفكر فيها؟ ما بنفكرش فيها. ربنا بيقول يا جماعة وبيذكرنا بالنعمة اللي احنا نسيناها، غفلنا عنها، احنا ما أنكرناهاش بس غفلانين عنها. فقال ولم يروا أن جعلنا الليل آمنا من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فوجود الليل في حد ذاته لما نبدأ نقول إن إحنا بنصحى لأن ده بإمكاننا، أو لأن إحنا درج بنا الحال على ذلك وننسى نعم الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي بيفكرنا بيها، فلما كان أول ما يصحى من النوم بيقول إيه؟ الحمد لله الذي أيقظنا بعد ما أماتنا. يحمد ربنا على طول بنعمة الاستيقاظ من النوم. دي نعمة اللي احنا يعني مش حاسين بها خالص. وكذلك نعمة الأمن وجميع النعم إذا كانت صغيرة أو كبيرة نغفل عنها. والأصل أن نستحضر عظمة المنعم وألا يغيب عنا المنعم بذاته، ولا نتذكر النعمة فقط لذاتية النعمة. أيوه، هو استشعار النعم في حد ذاتها نعمة. يعني طبعا مش أي حد فعلا سبحان الله ربنا بيمن عليه باستشعار النعم.